لعبت ضربة الجزاء في وجود الجمهور. نعم. كان ساعتها المفروض ما تتلعبش ضربة الجزاء. ده صحيح. ويتم إخلاء الجمهور. نعم. يقف الوقت بتاعه لغايه ما الجمهور يخلق وبعدين يلعب ضربة الجزاء. كونه انه لعب ضربة الجزاء في وجود الجماهير ده خطأ. ولما ترجع الصورة تاني لما نشوف لو جينا شفنا ضربة الجزاء من ساعة ما حصلت هنلاقي وهي حصلت والجمهور دخل قبل ما تتشاط. فده كان خطأ. كان لازم الحكم بدل اللائحة بتقول له 20 دقيقة وتخلي الملعب يبقى ما كانش يلعب ضربة الجزاء غير لما يخلي الملعب. لان دي كانت ممكن تعمل مشكله وتخلي فريق الشرطه يعترض. لكن الحمد لله الاتحاد الكوره ربنا طيب خليني بس ده مهم قوي معلش يا مازن انا متاسف استاذ فتحي بالتاكيد ده حصر لينا تماما يا استاذ فتحي وكاميرتنا كتر الف خيرهم وكتر خير الزميل ماجد غراب بحيي المصور. يا ريت تقول لنا اسم المصور هنا من الدرجه الثالثه يمين اقتحموا هنا وزي ما شايف استاذ فتحي ما اقتحموش دول دخلوا. يعني استاذ احمد عبد المنعم المصور بشكره شكرا جزيلا. ما انا مش شايف فيه يعني دي بقى بتاعت النادي الاهلي جماهير الاهلي بتقعد فيها. ادي الاولاد اللي دخلوا الاستاد. اتصور ان دي لقطات حصريه لينا اتصور يعني انه ده اللي حصل بالظبط. مجموعه من الشباب المشاغب المشاكس اللي مش عايزين يعرفوا ان في نظام وفي قانون وفي احترام وفي انضباط ودخلوا وزي ما انت شايف الامن سايب يعني هي التجربه دي حصلت في ماتش الاهلي ودخلوا ومن تحت المقصوره. نعم. ودخلوا في الممر بتاع الاستاد لكن ما دخلوش الملعب. العجيب في الامر هنا انه انا كراجل شرطي يعني ببقى دارس كويس قوي المكان اللي انا بامنه. مش كده ولا ايه؟ نعم. انا عندي راجل هيجي يسرق بيتي من الحته الفلانيه او هيعدي هيخطف حد من العيال فبعرف المداخل ايه وبامنها. نعم. طيب ازاي الشرطه ما امنتش كل المداخل؟ يعني ازاي الشرطه لم تدرس خريطه الاستاد وهنفضل لامتى نقول ان والله ده حاجه كانت غير متوقعه وان احنا اضطرينا نتعامل بالهدوء والحكمه عشان ما نصعدش المشكله. المشكله انها بقت فضيحه قدام العالم. نعم. ودول احنا حذرنا منه قبل المباراه. نعم. وقلنا ان ماتش الزمالك اللي جاي مع اتلتيكو مدريد اللي انا برضه حاطط ايدي على قلبي فيه واخد بالك وده هيبقى فيه شماريخ رسمي اصل ده ماتش ودي ما فيش عقوبات خلاص. يعني انا غير مقتنع على الاطلاق ان تامين الاستاد امر صعب لان منع دول الناس البلطجيه او المتهورين دول امر صعب او التعامل معهم امر صعب. انا عرفت ان في تم القبض على مجموعه منهم 14 حسب ما قال لنا مصدر امني من وزاره الداخليه. 14 وقالوا الزميل محمد السباعي. نعم 14 يعني برضه اشمعنى 14 يعني ليه مش 20 ولا 15؟ ليه مش كلهم؟ مثلا يعني ليه مش كلهم؟ مش العدد يعني كل من خالف اللوائح والقوانين ودخل الاستاد يتم القبض عليه ويتم التعامل معاه. الناس دي لما حقق معاه في حد اتقبض عليه واتسجن يعني وخد حكم يعني ما خدوش حاجه عشان بيطلع رؤساء الانديه بعد كده يقول لك حرام. قال لك الرؤساء الانديه لا عايزين غرامات ولا عايزين نقل مباريات ولا عايزين مباريات بدون جمهور ولا عايزين اي حاجه. قال لك عايزين بلا عقوبات. يعني وفي حاجه في الدنيا اسمها بلا عقوبات على فكره ولا يعني انا مش عارف انا يعني رؤساء الانديه برضه ما هم زي الناس التانيين. رؤساء الانديه برضه ناس يعني مشاركين وناس طيبين. ناس مش عايز يحط نفسه في مشكله. تلاقيه بيستخبى ورا بيان او ان هو يظهر بشكل كبير ولا جملتين كده طالعين لكن يشاركوا في حاجه ما بيشاركوش. ما قالوا هيقعدوا مع مجموعات الالتراس وقالوا ان الالتراس يجي يشارك معاهم في التنظيم وقالوا ان هم هيعملوا ويسووا والى اخره. على فكره يعني صور حصريه لينا وبيتم القبض على الولاد وخلي بالك هيطلعوا يقول لك والله ما كنت موجود والله ده انا كنت بجيب اخويا من الاستاد اصل انا قلت له ما تروحش وهو اللي لا بص ده اصل انا مش عارف ده فنان ده بط وشه ده فنان وانا اصلي مش عارف ايه وانا ما كنتش هنا. هو لازم بالعصايه يعني اعتقد دي مناظر مشاهد حصريه. ايه استاذ فتحي نفسي اعرف ما هي الاستفاده يا اخي؟ ما تقعد انت كان زمانك قاعد في الاستاد ومنور. واي دوله ديمقراطيه انجلترا قمه الديمقراطيه لو حصل كده في الاستاد هيتم التعامل معاهم بمنتهى القسوه طبعا وهيروحوا السجن وهيتحاكموا عادي خالص ومحدش هيقعد يتواصل عشان الافراج عنهم وما فيش رئيس نادي هيقعد يتدخل ويعيط ولا يقول لك اصل الاهلي عشان دول ليهم مستقبلهم طب بتعملوا كده ليه؟ هيجي يقول لك دلوقتي هيبوظوا لنا المئويه اصل دول اللي كانوا بيسندونا والحقوا جماهير الزمالك قطعت عشان اللي تم القبض عليهم. ده اللي هيتقال بالظبط. هل الناس دي طالعه كده شيطاني ولا طالعه كده حد زيها؟ والله يا استاذ فتحي انا يعني اشك بنسبه 100%. انا متاكد ان في حد زيها. طيب لما انا عايز اقول لحضرتك اللافتات اللي اتحطت امبارح هكمل لك اهو. اتفضل. طب لما احنا قبضنا على الناس دول وقبضنا على ناس في مباريات قبل كده. نعم.
طيب نتائج التحقيق دي فين؟ يعني المساله بقت لا بتحفظ التحقيق، بيحفظ يعني منظرها بايخ. الموضوع انا بقول لاخواننا في الامن وفي الداخليه الموضوع بقى شكله بايخ. مساله ان احنا نطبطب على الناس دي عشان نقول ان احنا يعني باسم الهدوء والبحث عن الطمأنينة ومش عايزين نكبر المشاكل عشان ما نصعدش الامور ويحصل كذا وكذا، مفيش اسوأ من كده. مفيش. ما احنا قلنا لكم اتفضلوا تعاملوا مع الناس دول. انا في رايي ان هذا اللي عمل النهارده ده عمل مجرم. مجرم يعني يخضع لقانون العقوبات وقانون الجريمه يعني. لكن هنستنى بعد كده. اعتقد ان هم طبعا فرحانين جدا بتوقف المسابقه 45 40 يوم، لكن كل ما اخشى زي ما قلت في الاول ان انا عدى عليا 40 يوم وانا برضه في حاله غيبوبه، وانا ما زلت في حاله الغيبوبه اللي انا فيها. كابتن احمد ديودار، مبروك يا ابو حميد. ربنا يخليك يا كابتن شوبير، بمسي على حضرتك وبمسي على الضيوف اللي عند حضرتك. بيمسوا عليك كلهم احمد. يعني اداء دفاعي على مستوى